ينفعش تدخل اي تفاوض غير لما تكون عارف الاربعه دول. طيب ناخد الاكزامبل ان احنا بنتفق على سعر الموبايل ده، انا عايز ابيعه ب 50,000 جنيه، كتير قوي، انت عايز تشتريه بكام؟ 30,000 جنيه، خلاص كده؟ فانا عايز ابيع الموبايل ده ب 50,000، الطرف اللي قصادي عايز يشتري مني ب 30,000. اول حاجه ايه؟ conflicting interest، احنا مختلفين في ايه؟ لانه في ناس بتخش التفاوض والله ما بتبقى عارفه هي الخناقه على ايه، بس انا معترض، يبقى السعر واحد بيقول ب 50 واحد بيقول ب 30، خلاص كده؟ طيب ايه تاني element؟ كومبرومايز، مش انا وانت داخلين التفاوض يبقى انا هتنازل وانت هتتنازلي، انا وانا قاعد بحضر في الورقه والقلم وشايف السعر والماركت برايس انا عارف ان انا هوصل لحد 42,000 جنيه، انا كده تمام. دي احسن حاجه ممكن تحصل لي. لو اللي قدامي اقل عن 38,000 انا مش هبيع، يبقى انا حاطط لنفسي ايه؟ بيست كيس سيناريو، ورست كيس سيناريو. انا عرضه ب 50، انما هنوصل لكام؟ ما بين 38,000 لحد كام؟ لحد 42,000. ده الرينج بتاعي. انت في الناحيه الثانيه عامله نفس الكلام، والله السعر بتاعه 37، انا لو خلصته ب 35 زي الفل، لو وصلنا ل 37,000 مش عارفه هتجيني بعديها، وده البادجت اللي معايا. فده الكومبرومايز اللي احنا الاثنين عملناه. كونديشنز، احنا خلاص وصلنا لاتفاق، هنفذ الاتفاق ده ازاي؟ والله هقسط، هتديني الموبايل بعد اسبوع، ده انا هجيب الفلوس نصها مصري ونصها دولار. دي الكونديشنز. انا هبقى عايز فلوسي ايه؟ كاش، وانت عايزه تدفعي ايه؟ قسط. اخر حاجه كنترول، انا داخل اكنترول ازاي وانت هتخشي الكنترول ازاي. اي تفاوض هتدخله في حياتك لازم يبقى عارف الاربعه دول.